السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا كرام. والله فقط حبينا إن ننصحكم لوجه الله، والله فقط لوجه الله يا جماعة. الله يفاجئنا بكرمه وبكثرة كرمه وبإغداقه علينا. والله يا جماعة إن الرزق يأتي من كل مكان كما قال، من حيث لا تحتسب. من لزم الاستغفار بالاستغفار توب إلى الله والزم الاستغفار. الاستغفار عجيب 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 من عجائب. شو أقول لك؟ لن يثبت إيمانك بدون الاستغفار، لن يثبت إيمانك وإن صليت وصمت وحجيت وحفظت كتاب الله وعملت ما تعمل، والله لن يثبت، لأنه فيه الآيات الحسية، فيه سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نعم فيه ورزقكم في السماء وما توعدون وإنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. وفيه أن ترى أحاديث رسول الله تتحقق جلية أمامك، يطمئن قلبك. والله بالاستغفار عجب عجب من فضل الله، أرزاق خيرات من كل مكان، تحيطك بأشياء تعرفها وأشياء لا تعرفها، ولكنها تصل إليك بفضل الله. والله إني أنصحكم أن تلزموا وتكثروا الكلام للمكثرين المصدقين بوعود الله في الاستغفار. فقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. الزموا الاستغفار بالليل والنهار.